يا بغداد يا سفرا به بغداد بغداد صفحاتنا الغراء والأمجاد بغداد بغداد. وقف إخوانكم عدي وقصي ومصطفى بن قصي وقفة الإيمان التي ترضى الله وتسر الصديقين التي ترضى الله وتسر الصديق وتغيظ العدا في ساحة الجهاد في أم الرماح الموصل الحداد، وذلك بعد قتال باسل مع العدو استمر لمدة 6 ساعات كاملة، ولم تستطع جيوش العدوان المحتشدة عليهم مع كل أنواع الأسلحة للقوات البرية أن تنال منهم إلا أن استخدموا على البيت المتواجدين فيه الطائرات. وهكذا وقفوا الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلة الحسينية ليتواصل الحاضر تواصل بهي أصيل مؤمن ومشرف مع النار التريد. الحمد لله على ما كتبه لنا سبحانه أن شرفنا باستشهادهم في سبيله، وبر عليه تعالى أن يرضيهم هم وكل شهداء الأبرار بعد أن أرضوه بوقفة الجهاد المؤمن وحميته. ومرة أخرى أقول وأشهد الله قبلكم أيها الأخوة والأبناء في شعبنا الوفي الأمين وأمتنا المجيدة، لأن النفس والمال فداء في سبيل الله وفداء للعراق ولأمتنا بعد أن ابتدينا هذه العناوين والمعاني بالولد. ولو كان لصدام حسين ماء من الأولاد غير عدي وقصي لقدمهم صدام حسين على نفس الطريق، إذ إن الواجب والحق يستاهلان هذا، وأن معاني الإيمان والحمية والحق المغتصب تناشد أهلها المؤمنين أهل المبادئ الصادقين في العهد والوعد، فلا يجوز إلا أن نكون منهم، ونحن ندعو إلى هذا لنرضى الله والناس والتاريخ عنا. فالحمد لله على ما كتبه لنا أن شرفنا باستشهادهم جميعا، وعوضنا بعد رضا الله في أبناء وشباب العراق الغيارة وأبناء أمتنا المجيدة، وبالمبادئ التي تصان لتحيا مزهوة هي وبيرة الله أكبر بدماء الشهداء. والله أكبر ومجد وعليين لشهداء الإيمان شهداء العراق والأمة. الله أكبر والمجد للشهداء. وعاشت أمتنا المجيدة وعاش العراق، عاش العراق وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر، ولتخسأ ولتسقط الصهيونية، وعاش الجهاد والمجاهدون، وليخسأ الكذابان وأعوانهم وأتباعهم وعملائهم، فإن مبادئ الحق تزدهر ويعلو شأنها على مذبح الشهداء. فإن كنتم قد قتلتم عدي وقصي ومصطفى ورجل مجاهد معهم، فإنكم شباب أمتنا وشباب العراق،
أم عدي وقصي ومصطفى في ساحة الجهاد. والله أكبر، والعزة لله والمؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. تموز 2003، جماد الأول 1424 للهجرة.